السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير، ويا رب كده تكونوا بخير وبأحسن صحة يا رب. طبعا عايزين نشوف عملنا الحلويات دي ازاي. يلا بينا نشوف احلى بسكوت البرتقال. حاجة جميلة جدا، تنعاد عليكم يا رب الأيام بالخير. طبعا بتبقى أيام جميلة جدا، وأحلى حاجة فيها اللمة مع بعض واحنا بنعمل الحاجات دي. اعملي انت بقى على قدك في بيتك وفرحي بيتك. على فكرة ما فيش حد صغير على الفرحة، فرحي بيتك وولادك، ودي بتعتبر عادة يا رب تنعاد عليكم لو عملتيها. بتبقى فال كويس ان هو يتعاد عليكي، ده على فكرة مش كلام وخلاص. اهم حاجة طبعا ان احنا واول خطوة بنعملها ان احنا بنرب السمنة كويس، يعني بنلفها كده بقى. هاتي حاجة واسعة عندك وعلى حسب كمية السمنة اللي انت عايزاها، هنزل لكم ان شاء الله بالمقادير في الكومنتات. تفضلي تلفي بقى كده بقى ايه، وانت وصحتك بقى لغاية لما تجيبي اخرك. بس طبعا انا بهزر يعني. تقدري بقى تفضلي تذكري الله كده لغاية لما تخلصي، وفي الاخر انت طبعا المستفادة. عايزة اقولك طبعا دي كان ايام زمان، لكن دلوقتي طبعا في العجان تقدري تستخدميه لو حابة، لكن احنا بنفضل ان احنا نستخدم ايدينا كده في الحاجة ديت. حتى لو الاجهزة موجودة الحمد لله بيكون افضل. بعد كده نزلنا عليها ال جوزة الهند، وفضلنا كده نرب فيها شوية، وبعد كده نزلنا عليها بالسكر وزي ما انتوا شايفين. بس طبعا ما تنزلوش عليها بأي حاجة غير لما تبدأ ان هي تهش كده وتفتحي لونها ويكون أبيض جدا. بعد كده نخلنا كمية الدقيق بتاعتنا وبننزل بقى بيها كده ونفضل نلفها. وننزل عليها بالباكت واحد من البيكنج باودر. ضفنا حضرنا كمان باكيتين او علبتين من ريح الكحك، وعلبتين ريح البرتقال، واتنين كمان اللي هما الازايز الصغيرة دي فانيليا. اتنين كمان ريحة الزبدة البلدي، بيدي ريحة كمان وطعم جميل اوي للبسكوت. نفضل بقى ان احنا نلف كده، طبعا لسه هنضيفهم على البرتقال. نفضل نلف الاول لغاية لما نوصل كل الزبدة للدقيق، طبعا اهم حاجة. وبعد كده ننزل بازازة برتقال. طبعا اختاروا نوع كويس، ازازة بيبس. وبننزل بقى بالروائح بتاعتنا الجميلة اللي قلت لكم عليها، الزبدة والبرتقال وريحة الكحك والفانيليا. ونبدأ بقى ان احنا نلف كده ونزودهم حبة حبة، مش على طول، ونلف لغاية لما العجينة كلها يوصلها السائل بتاعنا. خلي بالكم لان احنا مش هنعجن، يعني لفي واحدة واحدة لغاية لما السائل كله يوصل، زي ما الزبدة كلها وصلناها للعجين الاول قبل السائل. لف كده لغاية ما العجينة كلها تبقى يعني ايه، زي العجين، لكن ما تعجنيش قوي. يعني لف بس الدقيق كده في السائل بتاعنا، علشان احنا مش هنعجن. خلي بالكوا عشان ما يطلعش طري معاكي في الاخر ويطلع ناعم جدا وما يستحملش معاكي ويتكسر بسرعة. علشان خاطر بعد كده بقى بننزل نص كوباية زيت حسب الكمية اللي معاكي، او معلقتين زيت، جربي. بعد كده احنا مش بنعجن باللف بس، علشان هيتعجن معاكي تاني في المكنة وانت بتعمليه، فما يطلعش طري معاكي باللف. نغطيه بقى بعد كده بمشمع او كيس كده نضيف، وبنبدأ بقى نشغل المكنة بتاعتنا بتاع زمان. ودي النتيجة. طبعا ممكن تغير الشكل المكنة ديت حسب ما تحبي، وكمان تغيري ايه المقاس اللي انت عايزاه. جيب بقى صواني الفرن الكبيرة، طبعا هو عايز ايادي كتير. تشغل المكنة ويتاخد من المكنة عشان خاطر الفرن بيكون شغال جنبك على طول. فعشان خاطر تلاحق الفرن بنجيب صواني كبيرة وبنقطع زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، او بنحطه قدامنا على الترابيزة وبنقطع بالسكينة. حسب بقى ما الوقت يعني يسمح، وحسب ما نعرف نلحق الفرن، عشان خاطر الصواني كبيرة، فطبعا محتاجين احنا نرصها كلها، وبيحتاج وقت. زي ما انتوا شايفين هنا بقطع برضو قدامي وبفضل ارص، علشان خاطر نلحق ان احنا نكمل الصينية كلها ونكمل الافران كلها اول باول. اللي بيطلع بقى البارد بنسلك كده من الصينية وبتحط يبرد، بيبقى سخن قصدي، وبيتحط بقى يبرد. وبعد كده نعبيه بقى في صفايح. عايزه اقول لكم بتدي هشاشه كده، وبتفضل مقرمش معاكي لغايه اخر حبايه بسكوت. حطي بس كيس كده في صفيحه كبيره بتاع السمنه، وبعد كده اقفلي الكيس كويس، وكل ما تاخدي منه غطيه كويس. وفي كمان علب الكحك برضو لو حابه تستخدميه انت وراحتك.
هنا الفرن بيكون وسط كده وسخن، وبندخل بقى على حسب الحجم بتاعك، ما بياخدش وقت خالص. هنا حبينا نعمل كمية كده بالشوكولاتة، حطينا كمية شوكولاتة، تقدري تحطي كاكاو او شوكولاتة خام على معلقتين زيت على حسب ما انت تحبي، وبنلفها كويس برضو مش بنعجل لغاية لما تلف كلها في العجينة، وبنبدأ نشغلها. هوريكم كمان شكلها النهائي. تقدري تحطي شوكولاتة خام عشان كمان ياخد اللون معاكي في الاخر. بدأنا كده نعجن او نلف الكاكاو مع العجين لغاية لما يوصل بالطريقة ديت. تقدري تحطي كمان تزودي لو حبيتي، بس تلفيها بمعلقة زيت. هنا كنا بنشكل كده، بنعمل عجينة نصين، وبنعمل عجينة شوكولاتة بس، وعجينة بس فانيليا. وهوريكم الشكل ان شاء الله النهائي. بس هنا عايزه اقول لكم ان احنا المفروض نزود شوكولاته خام، لان اللون ما كانش فارق قوي بعد ما دخل الفرن. وهنا زي ما قلت لكم خلاص اهو عبيناه في كيس كده داخل العلبه الصفيح الكبير، او تقدري تحطيه في علب الكحك البلاستيك زي ما قلت لك، لكن تكون محكمه الغلق. هنا اهو زي ما قلت لكم دي النتيجة في الاخر. شايفين لونه ما شاء الله جميل، وكمان شكله جميل جدا، وناعم. تقدر بقى تتحكمي فيه على حسب ما تحبي، وكمان مقرمش جميل جدا. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش اللايك لو عجبكم الفيديو. مع السلامة.